بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. صناعة زملكاوية مصرية: الفتنة، الريبة، الشك، والضغط على صاحب القرار. كل عنصر زملكاوي، سواء منصات إعلامية، سواء كتاب إلكترونية، أي شيء يعني من هؤلاء عندهم تدريب على أعلى مستوى، كأنهم متدربين في الصحراء بقالهم طويل، ويمتلكون استديوهات في البيوت والشاشات عن طريق الشاشات والزوم. كيف يصنعون الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أسلوبهم أسلوب حياة في الحياة، يدرسون يتبحثون، وفي النهاية كيف يسيطرون على الموقف وصناعة الأزمات للغير. مثلا على سبيل المثال مباراة الزمالك والسيراميكا القادمة مثلا، يعني هناك حاجة قبل المباراة وأثناء المباراة وهكذا. يعني قبل المباراة الحكام اللي داخلين المباراة، سواء عربي أو مصري أو أجنبي، مع لسه بأسماء اللعيبة المباراة اللي قبل مباراة الزمالك وسيراميكا. يعني لما يكون في ماتش، مثلا ماتش سموحة مثلا قبل الزمالك وسيراميكا، حكم سموحة بيكون معاه خيوط: مين يطرد من اللعيبة دي، مين اللي واخد انذارين، مين اللي لازم يطرد، مين اللي يتلكك له كده يعني. هم الحكام عندهم دراية بكل شيء، كل شيء عندهم علم ودراية بكل شيء لمصلحة الزمالك. لما حصل مثلا في ماتش بتاع علي ماهر اللي قبل ماتش الزمالك ده، علي ماهر اتنرفز في ماتش بيراميدز، طرد وإيقاف. ليه؟ عشان الماتش الجاي ايه؟ ماتش الزمالك. وقبل كده كان نفس المدير الفني